خليني أسألك سؤال بسيط. أنت استخدمت كام حاجة النهاردة من غير ما تقف لحظة وتسأل نفسك هي بتشتغل إزاي؟ الساعة اللي بصيت عليها، اللون اللي شفته، الصوت اللي سمعته، النوم اللي محتاجه كل يوم، حتى الصمت. إحنا متعايشين مع حاجات لو اختفت فجأة حياتنا هتتلخبط، لكن الغريب إننا مش فاهمينها. الفيديو ده مش عن حاجات معقدة ولا نظريات صعبة. الفيديو ده عن أبسط أشياء في حياتك واللي وراها قصص أعقد من أي خيال. خليك معايا، رحلة صغيرة بس هتغير نظرتك لكل يوم بتعيشه. أنت متأكد إن الوقت موجود؟ مش بقول سؤال فلسفي، سؤال علمي حقيقي. إحنا متعودين نقول الوقت بيعدي، الوقت بيجري، الوقت ضاع. بس هل الوقت حاجة موجودة فعلا ولا إحساس جوانا؟ زمان قبل الساعات وقبل الموبايلات الإنسان كان بيقيس الوقت بالشمس، بالظل، بتغير الفصول. مفيش دقيقة ولا ثانية ولا متأخر 5 دقايق. وبعدين قرر الإنسان إن اليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية. ليه 60؟ مش عشان الطبيعة، عشان حضارات قديمة اختارت الرقم ده وخلاص. الأغرب إن العلم الحديث بيقول إن الوقت مش ثابت، سرعته بتتغير، بيبطأ وبيتمدد. يعني الوقت اللي حاسس إنه واحد ممكن يكون مختلف عند شخص تاني في مكان تاني. الوقت مش ساعة، الوقت تجربة. خليني أقول لك حاجة صادمة، اللون مش موجود، ولا أحمر ولا الأزرق ولا الأخضر. اللي موجود موجات ضوء بس. عينك هي اللي بتترجم، والمخ هو اللي بيخترع اللون. عشان كده نفس اللون بيبان مختلف في ضوء مختلف. وعشان كده في حضارات قديمة ما كانش عندها اسماء لكل الألوان اللي احنا شايفينها. كانوا شايفين العالم بألوان أقل، مش عشان عيونهم ضعيفة، لكن لأن مخهم كان بيفهموا بشكل مختلف. يعني العالم اللي انت شايفه مش هو العالم الحقيقي، هو نسخة معدلة جوه دماغك. الصوت مش اللي انت سمعه، الصوت اهتزاز. الهوا بيتحرك يوصل ودنك، والمخ يترجمه لضحكة، لصوت، لموسيقى. في أصوات حواليك دلوقتي انت مش سامعها، بس هي موجودة. حيوانات بتسمع أكتر منك وأقل منك. الإنسان القديم ما كانش فاهم الصوت، كان شايفه حاجة سحرية. صوت الرعد غضب آلهة، صوت الرياح رسالة. إحنا دلوقتي فاهمين العلم، بس لسه الصوت قادر يهزنا من جوه. كلمة ممكن تغير حياتك، ونغمة ممكن ترجعك سنين ورا. النوم أغرب حاجة بنعملها. انت بتقفل وعيك كل يوم بإرادتك. ليه؟ العلم لسه مش فاهم النوم بالكامل. عارفين ان المخ بيشتغل مش بيرتاح، بينظف نفسه، بيرتب الذكريات، بيصلح اللي اتكسر. والأحلام، ليه بنحلم؟ في نظريات بس مفيش إجابة قاطعة. الغريب إن الحرمان من النوم يكسر الإنسان أكتر من الجوع. يعني أنت محتاج تغيب عن الواقع عشان تكمل فيه. الصمت، أنت جربت الصمت؟ مش الهدوء، الصمت. مفيش صمت حقيقي،
حتى في أتقر مكان هادي في صوت جواك. زمان الصمت كان تأمل وكان حكمة. دلوقتي بقينا نخاف منه، نملاه بأي حاجة: موسيقى، ضوضاء، كلام. الصمت بيخليك تواجه نفسك، وعشان كده صعب. احنا مش عايشين في عالم بسيط ولا معقد، احنا عايشين في عالم اتعودنا عليه: الوقت، اللون، الصوت، النوم. الصمت مش حاجات عادية، دي معجزات يومية. السؤال مش ازاي العالم شغال، السؤال الحقيقي: امتى آخر مرة وقفت وفكرت؟ لو حابب، الجزء الجاي ممكن يكون عن حاجة واحدة بس نفهمها بعمق أكتر، أو نكمل السلسلة ونفكك حاجات تانية بنستخدمها كل يوم ومش فاهمينها. قولي، تحب نكمل بإيه؟